ليه كتير جدًا من الناس بتحس إن نجاحها مزيف؟ خدوا بالكم إن إحنا أوقات بنحاول نغيّر المشاعر الوحشة اللي إحنا حاسينها جوانا من صورة سلبية ممكن تكون لُصقت فينا من صغرنا، أوقات من أهلنا، أوقات ممكن من زمايلنا كنوع من أنواع التنمر من خلال النجاحات الخارجية، ولكن هل بالفعل النجاحات الخارجية عندها قدرة على إنها تغيّر المشاعر الداخلية اللي ممكن نكون حاسين فيها بعدم الكفاءة أو النقص؟ للأسف كتير جدًا من الناس لو كان كل تركيزها على إنها تغيّر الصورة الخارجية فتوصل لنجاحات وتحقق إنجازات حتى ناس كتير جدًا ما قدرتش إنها تحققها، بيظلوا من جواهم بيشعروا إن هذا النجاح مزيف، وإن ممكن ييجي عليهم يوم الناس تحس إن هم كانوا بيخدعوهم، ودي حاجة حتى بيسموها الimposter syndrome اللي هي متلازمة المحتال، وكأنه الشخص بيحس إن هو بيحتال على الناس اللي حواليه من إن هو بيعرّفهم أو بيقول لهم إن هو ناجح، إنما الناس دي في يومًا ما هو من الممكن إن هو يخسر حاجة أو إن هو ما يقدرش إن هو يحقق حاجة أو إنه يخسر النجاح اللي هو وصل له، فهيشعر وقتها إنه كإنه كدبة كبيرة بيكدب بيها على الناس. عندهم صورة مثالية عن الشخص الناجح، إن الشخص الناجح ده لا بيشُك، لا بيضعف، لا بيخسر ولا بيفشل. فلما بيتعرضوا في أي وقت من الأوقات لأي صورة من الصور دي بيحسوا إن هما ما قدروش يحققوا حاجة من اللي بقالهم سنين بيتعبوا عشان يقدروا إن هما يوصلوا لها. لما بيعدي عليهم وقت ويحسوا إن هما خايفين أو مرتبكين أو حتى مش واثقين في نفسهم بيحسوا إن هما خدعة كبيرة أوي خدعوا بيها الناس. إحساس الإنسان بالمشاعر دي مش معناه إنها حقيقة، ولكن في صورة قديمة أوي زي ما قلت لكم التصقت بيه في صغره، هو لحد النهاردة غير قادر على إن هو يشوف نفسه من غيرها. هو النهاردة غير قادر على إن هو يعترف إن هذه الصورة كانت صورة مرضية من الأشخاص اللي حواليه، كان جهل منهم، كانت توقعات زيادة عن اللزوم من شخص مازال طفل صغير. ولكن الإنسان النهاردة بيحتاج وقت عشان يقدر إن هو يغير الصورة دي من خلال إن هو يشتغل على الداخل زي ما بيشتغل على الخارج. أنت قدرت إن أنت تغير الصورة اللي من بره، ولكن محتاج إن أنت النهاردة تكتب، إن أنت تفكر نفسك، إن أنت تفكر عقلك بالإنجازات اللي أنت بتعملها، إن أنت تغير معتقداتك عن الصورة القديمة اللي هم لزقوها فيك. زي إن أنت تعترف إن الناس اللي كانوا بيقولوا عنك كده هم أشخاص غير ناضجين، هم أشخاص غير واعيين، وإنه اعتراف الإنسان بالحقيقة دي مهما كان الأشخاص دول كانوا بيمثلوا قيمة كبيرة جدا في حياته، مهما كان بيحبهم، هو أهم مواجهة ممكن الإنسان يواجهها في حياته، إن أنت